ولادك مش بيحبوه؟ تعالى اقولك ازاي تضحكي عليهم وتعمله لهم كريسبي باحلى والذ تتبيله في الدنيا. جربوا اعملوه في البيت، استحاله تاكليه تاني من بره، مش شارب ولا نقطه زيت. السر بقى في المعلقتين اللي هقولك عليهم. واحلى رز بالجزر بجد عالمي. لازم تجربوا السمك الفيليه ورز السمك على طريقتي. يلا نصلي على الرسول ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. اول حاجه عندي كيلو من السمك الفيليه، قطعته كده على حسب الحجم اللي تحبيه، وعصرت عليه ليمونه او اتنين وشويه ملح وقلبته تقليبه خفيفه، واديت له غسله وسبته يتصفى. جبت الكبه، هقطع قرنين كبار من الفلفل الرومي، ممكن تضيفي قرن كده سبايسي لو حابه احمر، انا كنت مفرزه فنزلت بمعلقه كبيره من الهريسه اللي مفرزاها، ومعلقه كبيره حلوه كده من الثوم برده اللي مفرزاه. لو انت مش عندك ثوم متفرز هتضيفي راس ثوم. معلقه كبيره من الملح والكمون والبابريكا والكزبره، ومعلقه صغيره من الكاري، والاضافه دي هتدعولي عليها، هتديكي تيست حلو جدا للتتبيله يمكن اول مره تشوفوها. ونص معلقه بس صغيره من الفلفل الاسود، عصير 2 ليمونه، معلقتين 3 كده من الخل وزيهم زيت. نعمي بقى التتبيله دي حلو جدا جدا عشان لحم السمك يشرب منها كويس. شايفين بقى اللون والجمال؟ جربي بقى تكة الكاري، هتديكي تيست بجد، بتنقل التتبيلة في حتة تانية خالص. انا مزودة شوية لان هستخدمها في حاجات تانية كتير، وبحب اضيفها في التلاجة في برطمان واغطيها، بستخدمها يعني مش هقعد كل شوية بقى اعمل تتبيلة ولا بيجرى لها حاجه، بتقعد فتره طويله عندك. نقلت بقى كميه السمك في بوله غويط عشان اقلب براحتي، ونزلت كده بحوالي معلقتين كبار من التتبيله، ودي بقى تقليبه حلوه، بس خلي ايدك كده على خفيف عشان السمك ما يتهريش معاكي. شايفين بقى الجمال والحلاوه؟ مش بيقعد فتره طويله فيها، يعني اقصى حاجه من تلت لنص ساعه قبل ما نعمل كده شويه رز عظمه. قطعت كده بصلتين كبار حلوين بالسكينه وانا واقفه، وجبت الحله ضفت فيهم شويه زيت، وهبدا انزل بالبصل عشان اديله لون حلو واكرمله، عشان نعمل ايه الرز باضافه بقى جديده لاول مره هتشوفوها. ياخد لون جميل، رشه سكر كده على حسب كميه الرز عشان يتكرمل مع البصل، وبعد كده معلقه كبيره من التتبيله اللي احنا عاملينها، وادعيلي ريحه الرز هتجيب اخر الدنيا. هنشوح الجمال ده كله مع بعض. ابشري بقى جزرتين كبار وضيفي الجزر وشوحيه كويس جدا جدا لحد لما يدبل، يعني ينزل في الكميه للنص تقريبا، وكمان ينزل اللون الاورنج والتسكيره الجميله اللي بتكون فيه. لو جربتي تضيفي الجزر على رز السمك استحاله تعمليه بالطريقه التانيه. هنشوح بقى شويه البهارات، ملح وكمون وسبع بهارات، وكمان رشه بسيطه من الفلفل الاسود تطلع بس الزيوت العطريه اللي بتكون فيها، تشويحه حلوه يعني. وانزل بالميه عشان اسيبها تسخن تغلي يعني. اغطي بقى الحله قبل ما اغسل الرز، رز مصري مغسول لكن مش منقوع. لكل كوبايه من الرز كوبايه من الميه السخنه. هنزل بقى بالكميه كلها، الكميه اللي تحبيها طبعا، يعني الميه تزيد عن الرز قد كده عقلتين صباع، ما تزوديش عن كده. اظبطي بقى ملحك عشان يطلع طعمه حلو كده. عاوزه اقول لك بقى الجزر على الرز فعلا بيكون خطير. هو بيكون لونه فاتح شويه غير اللون التاني اللي هو بالبصل، بس لما بنغمق له البصلايه قوي بس فعلا بيفرق في الطعم وبيديله تسكيره حلوه قوي. زي ما انتم شايفين النار في الاول تكون عاليه، هدي النار واديله تقليبه وسيبيه يستوي على البخار. يلا بقى نشوف الخطوه اللي بعد كده. بوله جنبي فيها شويه ميه على تلج، وبوله تانية فيها كوبايتين من الدقيق، معلقتين كبار من النشا، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. النشا هنا هيديكي قرمشه حلوه، مش هيخلي السمك يشرب زيت، وكمان البيكنج باودر مطلوب عشان الكفر ما يكونش معاكي مكتوم ويكون هش كده ومقرمش. رشه بسيطه خالص من الملح والفلفل الاسود وبس كده، ما تزوديش، ودي تقليبه. هاتي بقى اجزاء السمك نزليها الاول في الدقيق، غلفيها كويس، وبعد كده هنضيفها في الميه بالتلج ونرجعها على الدقيق لفتين 3 كده وخلاص. ما تزوديش عدد او عدد الطبقات عشان ما تفصلش معاكي في الزيت. ودي احلى طريقه ممكن تجربي بيها السمك الفيليه. كمان نصيحه، ما تزوديش الملح عليه لان بيبان فيه الملح قوي. هو الجمبري اي حاجه بتبقى مخليه بيبان فيها الملح. لا تسيبيه فتره طويله في التتبيله ولا تزودي عليه الملح، هيطلع معاكي 10/10. زي ما انا بعمل كده اعملي، قلبي كده لفتين 3، وبعد كده ارص كميه السمك في سرفيس جنبي. ويلا بينا بقى نقلي مع بعض. اثناء ما انا كنت شغاله في السمك لازم تسيبي الطاسه تسخن على النار فيها الزيت. اول شويه تعمليهم من السمك اقليهم على طول، ما اعملش الكميه كلها واسيب الطبقه اللي على السمك لحد ما تعجن معايا شويه بشويه. والتكه دي حبيت اكلمكم فيها عشان السمك يطلع كريسبي معاكي وحلو.
ما تقلبيش فيه في الاول، اول ما ياخد لون حلو اقلبيه على الاتجاه التاني. وادي بقى الرز بعد ما استوى اللي كانت ريحته تجنن، مفلفل وخطير. هقفل عليه واسيبه على جنب ونشوف اخبار السمك ايه. خد اللون اللي انا عاوزاه، ما تغمقيش عن كده، اللون الذهبي الجميل اللي انت شايفاه ده. صفيه في مصفى وتحتيها طبق، ونبعد خالص عن المناديل عشان ما يطراش معاكي. دي الطريقه الصحيحه لتصفيه المقليات عموما، مصفى وتحتيها طبق. هاتي بقى اضيق مصفى عندك ما بين كل قليه والتانيه، ابدأي صفي كده الرواسب اللي هتنزل عشان يكون كله لون واحد، ما تلاقيهوش محروق. شايفين؟ ادي بقى الدفعه الثانيه من السمك، خد اللون الحلو ما شاء الله، الكفر اللي عليه متماسك وريحته خطيره خطيره. هبدا بقى اصفي، انا عندي مصفتين، صفيت شويه تانيين في المصفى التانيه لحد لما خلصت الكميه كلها. وجاب بقى اللحظه الحاسمه، ونقدم احلى سمك فيليه في الدنيا ممكن تاكليه في حياتك. تتبيله خطيره، مقرمش وتحفه ومش شارب ولا نقطه زيت. عارفه لو عملتيه في البيت على طريقتي مش هيعجبك ابدا اللي في اشهر المطاعم، مهما كان المطعم مشهور صدقيني مش هيعجبك. احلى تتبيله في الدنيا. وادي بقى الرز اللي بالجزر، مستنيه بجد اعرف رايكم فيه وايه اخباره معاكم. حبيتوه اكتر من الرز التاني الساده اللي بالبصل بس والاغمق شويه، ولا اللي بالجزر احلى؟ بس انا متاكده ده هيعجبكم اكتر. شايفين الجمال والحلاوه؟ وادي بقى السلطه الخطيره ودقه السلطه، موجوده الطريقه بتاعتها على الصفحه اللي بجد مشطشطه كده وتفتح النفس. واحلى سلطه بابا غنوج او طحينه. شايفين الجمال؟ كريسبي وتحفة. لازم طبعا ادوق التتبيلة لا تقاوم والله يا جماعة، والرز خطير بجد في حتة تانية خالص. يلا جربوا بقى السمك الفيليه ورز السمك على طريقتي، ان شاء الله يعجبكم. وبالهنا استودعكم في امان الله، وباي باي.